ليه الشرطة بتقبض عليهم من غير سبب؟ ودول هم الستريمرز. وعلى سبيل المثال الستريمر ده واللي اسمه فوزي، شاب امريكي لكن من اصول عربية وبيحب يعمل بثوث مباشرة كتير على تويتش. في يوم من الايام اثناء ما كان فاتح بث مباشر وبيتكلم مع المتابعين بتوعه، فجأة كده بيلاقي عدد ضخم جدا من رجالة الشرطة وبيهجموا عليه في البث، وكانوا متعصبين واي غلطة كان ممكن ينهوا حياته، رغم ان فوزي ده ما كانش بيعمل اي حاجة خطر. فتعالوا اقول لكم ايه ده بالظبط. في امريكا مشهورة حاجة اسمها السواتنج، ودي بتحصل كتير جدا مع الستريمرز، وهي عبارة عن ان الستريمر اثناء ما يكون فاتح بث مباشر يجي شخص من المتابعين عارف مكانه، يقرر ان هو يستخدم هوية ورقم موبايل مزيفين ويتصل على الشرطة ويقول لهم مثلا ان الستريمر ده في المكان الفلاني هيأذي نفسه او رايح يرتكب جريمة. فعلى طول الشرطة بتهجم على الستريمر ده ايا يكن من غير حتى ما تسأله، وبعد ما بيقبضوا عليه بينصدموا ان الموضوع ما فيهوش اي حاجة، وكل ده بيكون بسبب المتابعين، برغم ان الشرطة لو مسكت الشخص اللي اتصل عليهم حرفيا بينفخوه، لان موضوع السواتنج ده انهى قبل كده على حياة اكتر من ستريمر بسبب انهم عملوا ردات فعل غريبة بالنسبة للشرطة لما هجمت عليهم. فكل ده بيحصل بسبب بعض غباء المتابعين. ده شوف القصة دي هتعجبك.